هكلمكم النهاردة عن حاجة صغيرة جدا بس تأثيرها كبير جدا، وهي العيون. هل جربت قبل كده تبص على صورة وتقول في حاجة ناقصة بس مش قادر تحدد إيه هي؟ أغلب الوقت العيون هي السبب. دلوقتي تعالى أوريك تأثير بسيط وسريع يخلي العيون في صورك تتكلم. كل اللي هنحتاجه هو فوتوشوب فقط. فبعد السلام والتحية استنوني بعد الانترو. في البداية هتفتح أي محرك بحث وتدور على صورة واضحة بتظهر فيها العيون كويس، أو ببساطة استخدم أي صورة حابب تطبق عليها التأثير. أنا اخترت الصورة دي علشان أشرح عليها معاكم خطوة بخطوة. افتح الصورة في برنامج فوتوشوب وفك القفل من على الطبقة بالضغط عليه ضغطة واحدة. بعدها اضغط كنترول تي وكليك يمين واختار فليب هوريزونتال علشان تقلب اتجاه الصورة. دلوقتي هتروح على أسفل اللايرز وتضغط على أيقونة Adjustment Layer وتختار منها Curves. ارفع المنحنى الأعلى بالشكل ده علشان تنور الصورة أكتر. بعد كده نضغط على طبقة الماسك ونستخدم كنترول I علشان نعكس اللون للبلاك. ده هيخلي التأثير مخفي لحد ما نبدأ نرسم عليه بالفرشة. نروح نضيف الفرشة المميزة اللي هنشتغل بيها. حابب الفرشة؟ اكتب لي في التعليقات وهبعت لك الرابط فوراً. صغر حجم الفرشة على قد العين بالظبط. وخلي لون الفيل أبيض علشان التأثير يظهر. لو في زيادات مش مظبوطة غير اللون لأسود وابتدي امسح الأطراف. دلوقتي نضغط كنترول جي علشان نكرر اللاير ونختار طبقة الماسك ونضغط كنترول اي تاني وعدل المؤشر في الكيرفز علشان تزود الإضاءة شوية. ممكن نكرر نفس الخطوة مرة كمان بكنترول جي علشان نقوي التأثير أكتر، وده بيعتمد على ذوقك. بعدين نضغط على كيرفز ونبدأ نعدل في ألوان العيون، شوية أزرق، شوية أخضر، لمسة من الأحمر، لحد ما نوصل للتأثير اللي يخطف العين. في الآخر حدد كل الطبقات اللي اشتغلنا عليها واضغط كنترول جي علشان تضمهم في مجموعة واحدة وتنظم الشغل بشكل احترافي. بص على النتيجة، شايفين ازاي العيون اتغيرت؟ تحولت من شكل عادي لتأثير ساحر وجذاب في ثواني. لو الفيديو عجبك واستفدت ما تبخلش علينا بلايك، تعليق، واشتراك في القناة علشان تتابع دروس أكتر. كان معاكم أخوكم أبو حمزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.